بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح يكون عندنا الدرس الخامس من دورة تأسيس اللغة الإنجليزية اللي راح نتناول فيها مجموعة أحرف جديدة، واللي هي الأحرف اللي أمامنا حرف ال P Q R S T. خلينا نروح على أول حرف معانا اللي هو حرف ال P. حرف ال P الاسم تبعه P. طيب لو سألنا حالنا سؤال إنه إيش الفرق ما بينه وبين حرف البي اللي هو الحرف الثاني في اللغة الإنجليزية. الحرف البي العادي اللي هو الحرف الثاني بنلفظه حرف باء عادية زي حرف الباء اللي في اللغة العربية، لكن حرف البي هذا الجديد لما بنلفظه بيطلع من الفم هواء. يعني على سبيل المثال زي الصورة اللي طلعت قدامنا، لو بدك تحط انت مثلا ورقة في ايدك وانت بتلفظ حرف البي بتلاقي انه الورقة اتحركت او ممكن تطير لانه بيطلع معها هواء، فبأثر على يعني صوت الحرف، بيساوي عند صوت حرف بيختلف عن صوت حرف الباء العادي. طيب قال هان يختلف في لفظه عن حرف البي اللي هو الباء العادي، فعند لفظ حرف بي يخرج معه هواء من الفم. طب خلينا نشوف الأمثلة اللي على هذا الحرف ونشوف كيف بدنا إحنا نلفظ حرف البي في الأمثلة هدول. أول كلمة عندي هنا كلمة pen معناتها القلم الجاف. الكلمة الثانية كلمة pencil معناتها قلم رصاص. آخر كلمة عندها كلمة people معناتها ناس. طيب نشوف أمثلة أكتر على حرف البي. عندي هنا أول كلمة اللي هي كلمة باندا معناتها اللي هو دب الباندا. طيب الكلمة اللي جنبها كلمة pumpkin معناتها اللي نبتة القرع. الكلمة اللي تحتها كلمة pear معناتها فاكهة الإنجاص. وآخر كلمة عندنا اللي هي كلمة palette معناتها لوحة الرسام. طيب كيف بدنا نكتب حرف البي مع بعض؟ طبعا حرف البي من الأحرف السهلة جدا واللي بتشبه بعض لما بكون سمول ولما بكون كابيتال. نشوف مع بعض كيف بدنا نكتب حرف البي. طبعا عمود من السطر الأول للسطر الثالث، هذا أول حاجة. طبعا هذا لما بكون كابيتال. طيب نشوف بعديها عمل لي نص دائرة من السطر الأول حتى السطر الثاني، هيك صار عندي حرف البي لما بكون كابيتال. نشوفه هو سمول. طيب كيف؟ عمود برضو ونص دائرة. لو بنلاحظ انه الحرفين بيشبهن بعض كتير لما بكون يعني كابيتال ولما بكون سمول، لكن الفرق انه الحرف الكابيتال بنكتب من السطر الاول للثالث، بينما الحرف السمول بنكتب من الثاني للرابع. اذا بنستنتج مع بعض انه يكتب حرف البي كابيتال من السطر الاول الى السطر الثالث زيه زي كل الاحرف الكابيتال، بينما يكتب حرف ال P small من السطر الثاني حتى السطر الرابع. نشوف مرة تاني كيف بده ينكتب. طيب نروح على الحرف اللي بعديه اللي هو حرف ال Q. حرف ال Q الاسم تبعه حسب الأبجدية الإنجليزية Q، لكن الصوت مش عارفين. خلينا نشوف كيف بنلفظه. قال لي يأتي حرف الكيو دائما قبل حرف اليو. دائما حرف الكيو بيجي وبعدين بيجي وراه حرف يو في كل الكلمات في اللغة الإنجليزية، ما عدا في الأسماء. زي ممكن حدا يقول لي طب هاي كلمة قطر مثلا أجي حرف الكيو وبعدها أجي حرف الإيه مش حرف اليو، لأنه الأسماء بتطلع من القاعدة هاد. ممكن يجي في الأسماء أي حرف بعدها، لكن في الكلمات الإنجليزية العادية بيجي دايما حرف الكيو بعدها بيجي حرف اليو، وينطق زي كلمة question كوا. على سبيل المثال كلمة queen معناتها ملكة. طيب لاحظوا انه اجى حرف الكيو بعدها اجى حرف الايش حرف اليو. طيب الكلمة اللي جنبها كلمة question معناتها سؤال. اخر كلمة quiz معناتها اختبار قصير. خلينا نشوف. هاي عندي برضو كلمة كوين مرة تانية اجت معناتها زي ما قلنا الملكة. وكيف اجى اول حاجة حرف الكيو وبعدين اجى وراه على طول حرف اليو. خلينا نشوف طيب امثلة اكثر عن الموضوع. عندي طبعا تكررت كلمة كوين هنا اللي معناتها الملكة. الكلمة اللي تحتها هنا كلمة كويلت معناتها الحاف. واخر كلمة عندي كلمة كتزال، هو نوع من انواع الطيور
اللي بتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب نشوف كيف بدنا نكتب حرف الكيو مع بعض. نشوف كيف بدنا نكتب لما بكون كابيتال. طبعا إذا بنلاحظ دائرة بيشبه إيش؟ بيشبه حرف الأو بالضبط، لكن الاختلاف هو شحطة صغيرة بنحطها تحت زي ما شفنا انه بيشبه حرف الاو من السطر الاول للسطر الثالث، مجرد دائرة بس في شحطة صغيرة من تحت. ونشوف طب كيف بدنا نكتبه سمول. نعمل نص دائرة وبننزل بعمود من السطر الثاني حتى السطر الرابع. بنستنتج طبعا انه يكتب حرف الكيو الكابيتال من السطر الاول للسطر الثالث، بينما يكتب حرف الكيو السمول من السطر الثاني حتى السطر الرابع. نشوف مرة ثانية طيب كيف بدنا نكتبه. دائرة وفي النص شحطة بس، نص دائرة من السطر الثاني للثالث، وبعدين بننزل عمود من الثاني للرابع. هذا كان طبعا لكتابة حرف الكيو. نروح بعديه على الحرف اللي بعديه. الحرف اللي بعديه عندنا حرف الار. حرف الار الاسم تبعه ار، اسمه ار، لكن بدنا نعرف كيف الصوت. قال لي يلفظ هذا الحرف را عادية. على سبيل المثال كلمة رن، رن، ليش معناتها يرقد أو يجري. كلمة اللي جنبها كلمة رابت، كلمة اللي جنبها كلمة برايز معناتها جائزة. طيب المثال اللي عندها هنا كلمة رابت اللي معناتها أرنب، رابت معناتها أرنب. طيب نشوف أمثلة أكتر على حرف الآر. عندنا أول كلمة هنا اللي هي كلمة رينبو، قوس قزح. الكلمة اللي تحتيها كلمة راتل اللي هي معناتها اللهاية اللي يعني بنعطيها للولد الصغير للعبة يعني من ألعاب الأطفال. وعندنا تحت كلمة روز معناتها وردة. وآخر كلمة عندنا كلمة راكيت معناتها اللي هو الصاروخ. طيب كيف بدنا نكتب حرف الآر؟ نشوف مع بعض كيف نكتب حرف الآر. طبعا لما بكون كابيتال بننزل بعمود أول للثالث نص دائرة وبننزل بشحطة صغيرة. هذا طبعا لما بكون كابيتال زي ما لاحظنا بننزل بعمود أول شي من الأول للثالث، بعدين نص دائرة من الأول للثاني، وبننزل بشحطة مايلة من الثاني للثالث. نشوفه هو سمول، مجرد شحطة أو عمود صغير من الثاني للثالث، وبعدين بنطلع بقوس صغير على السطر الثاني. نستنتج مع بعض إنه يكتب حرف الآر كابيتال من السطر الأول إلى السطر الثالث، بينما يكتب حرف الآر سمول من السطر الثاني إلى السطر الثالث. خلينا نشوف كمان مرة كيف بده ينكتب. طيب كمل مع بعض. عندنا حرف الاس، طبعا الصوت تبعه اس، هذا الصوت تبع الحرف، لكن اللفظ تبعه ينطق حرف الاس بشكل اساسي س. طبعا انا قلت بشكل اساسي ليش؟ لانه له عدة الفاظ. ممكن هذا الحرف بعد هيك نشوفه في بعض يعني كلمات بنلفظه ش، وله كمان ممكن نخش على احرف يعني كمان وغير من الصوت بشكل كامل، لكن احنا خلينا على الاشي الاساسي اللي عنا اللي هو بنلفظه حرف س عادية. على سبيل المثال كلمة صم معناتها بعض. كلمة اللي جنبها كلمة صن معناتها الشمس. آخر كلمة باست معناتها الماضي. وزي ما شفنا هي في طلع لنا مثال جديد اللي هو كلمة ستار معناتها نجمة. طيب نشوف أمثلة، مجموعة أمثلة عن حرف الاس. مثلا عندنا هنا الكلمة المكررة كلمة صن معناتها الشمس. عندنا كلمة ساندلز اللي هي نوع من أنواع الأحذية. وعندنا كلمة ستار النجمة. وعندنا كلمة سنو معناتها رجل الثلج أو رجل الجليد. كيف بدنا نكتب حرف الاس؟ طبعا سهل جدا حرف الاس وبيشبه بعض بالضبط لما بكون كابيتال ولما بكون سمول مع تغير في الحجم فقط. شوف كيف بدنا نكتب. لاحظ كيف عمل القوس على مرتين. أول مرة نص دائرة مايلة من الأول للثاني. طب المرة الثانية العكس، من الثاني للثالث كمل النص دائرة فصار عندي حرف الاس بالشكل المموج. هذا نفس الاشي لما بكون سمول لكن الحجم أصغر، الحجم أصغر من السطر الثاني للسطر الثالث. أما الكابيتال من الأول للثالث. إذا بنستنتج إنه يكتب حرف الاس الكابيتال من السطر الأول إلى الثالث، بينما يكتب سمول من السطر الثاني إلى الثالث. مرة ثانية نشوف مع بعض كيف بدنا نكتب حرف الاس.
طيب نروح على الحرف اللي بعديه اللي هو حرف تي. الاسم تبعه تي، الاسم مرة تانية تي، لكن الصوت يلفظ هذا الحرف أو ينطق هذا الحرف ت. على سبيل المثال كلمة تري، تري معناتها شجرة، تري. كلمة تايم، تايم معناتها وقت. آخر كلمة ميت، ميت معناتها يقابل. هاي عندي كمان مثال اللي هي كلمة تنت، تنت معناتها الخيمة. مجموعة أمثلة عن حرف التي، عندنا كلمة زي ما حكينا أخذناها كلمة تري معناتها شجرة. عندنا كلمة تارجت، تارجت معناتها هدف. وآخر كلمة عندنا كلمة ترين، ترين معناته اللي هو القطار. كيف بدنا نكتب حرف التي؟ حرف التي طبعا سهل جدا في الكتابة. نشوفه لما يكون كابيتال، عمود من الأول للثالث، هاي زي ما احنا شايفين عمود من الأول للثالث، وبعدين بحط شحطة كبيرة على السطر الأول. بس هذا هو صار عندي حرف التي الكابيتال. طيب نشوف حرف التي السمول كيف. زي العكاز، ماخد شكل العكاز لما بكون سمول المقلوب، وفي فوق على السطر الثاني اللي هو يعني شحطة صغيرة. طيب نشوف مرة تانية كيف بدنا نكتبه. طيب بنستنتج مع بعض انه يكتب حرف التي الكابيتال من السطر الاول الى السطر الثالث، بينما يكتب حرف التي سمول من السطر الثاني حتى السطر الثالث. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحصة تاعتنا. ان شاء الله الحصة الجاية راح نستكمل مع بعضنا مجموعة حروف اخرى من حروف اللغة الانجليزية. يعطيكم العافية.